في يوم من الأيام ملك من أعظم ملوك الأرض كان عنده كل حاجة، ملك لا يفنى، جنود من الإنس والجن، كنوز محدش يتخيلها، علم وحكمة. ده سليمان عليه السلام. ومع كل النعم دي لما شاف نعمة جديدة موقفش يقول كفاية، لأ، وقف يقول هذا من فضل ربي. القرآن بيحكي لنا القصة دي عشان يقول لنا الشكر مش مجرد كلمة الحمد لله ولا مجرد عادة بنعملها. الشكر هو سلاح زيادة النعم. سيدنا سليمان كان عنده كل حاجة لكن فضل يشكر، وعشان كده ربنا زاده من نعمه. احنا ساعات بننسى نشكر ربنا، مش لأننا جاحدين لكن لأننا اتعلقنا بالنعمة ونسينا نرفع عينينا للمنعم. بنقول ده مجهودي، أنا تعبت علشان أوصل، أنا أستحق ده. بس الحقيقة كل خطوة، كل نفس، كل لحظة نجاح كانت بإذن من ربنا، وكل نعمة مهما كانت صغيرة هي رسالة حب من السماء. الشكر مش بس لما الحاجة تيجي، الشكر كمان لما الحاجة تتأخر، لأن التأخير أحيانا بيكون ستر أو إعداد لحاجة أعظم. فقبل ما تقول أنا اللي عملت، افتكر إنك ما كنتش هتقدر تعمل حاجة من غير توفيق ربنا. وكل ما قلبك يشكر كل ما النعمة تكبر. والقرآن بيقول لنا لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد مباشر من رب العالمين. ازاي نكون شاكرين زي سيدنا سليمان؟ رقم 1، شكر بالقلب، احساس داخلي بالامتنان لربنا. رقم 2، شكر باللسان، دايما قول الحمد لله على كل حاجة. رقم 3، شكر بالجوارح، استخدم النعمة في طاعة الله. رقم 4، شكر بالنعمة نفسها، استخدم الصحة في العبادة، المال في الخير، العلم في النفع. سيدنا سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي، يعني مش علشان أنا أقوى ولا علشان أنا أذكى ولا علشان أنا أستحق، لا، ده كله فضل من ربنا. فيلي عندك نعم كتيرة، يلي بتدور على الرزق، يلي عايز تفتح عليك باب بركة، الشكر مش مجرد كلام، الشكر سلاح، الشكر سبب البركة. سيدنا سليمان شكر فربنا زاده، وانت ليه ما تشكرش؟